بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ثم المكرم إلى الفخر المكرم يعني ابن على ثم إلى رئيس الجلسة وإلى جمع النتائج كله وإلى أمتاج المسلمين رحمه الله. أقوم في أمامكم جميعا أريد أن أتكلم أو أن أخطب قليلا تحت الموضوع كن مسلما حقيقيا. إخواني المسلمون محترما، علمنا الإسلام توحيد الله وأن تشبيه الله بالحوادث الذنب العظيم. الله أحد ليس له شريك ليس له زوجة ليس له ولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول والآخر وهو الخالق وكسر الكلام إلى جميع الصفات الكاملة. الله خالق المرسلين والملائكة والروح والشجرة والحجارة وكل ما في هذا العالم. ولذلك أنتم أيها المسلمون لا يجوز لكم أن تعبدوا المسيح ولا تعبدوا الملائكة ولا تعبدوا الروح ولا تعبدوا الشياطين ولا تعبدوا الشجرة ولا تعبدوا سوى الله. وليس في العالم شيء يستحق عبادة سوى الله تعالى. إياه يعبد المخلوق وإياه يستعين. وقال الله تعالى في سورة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. إخواني الأحبة، المسلم ليس من تكلم بالعربية الفصيحة، ليس من لبس إنذار واستعمل كل سوء، وليس من نهى الناس من أكله البر، لكن من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان والحج البيت إذا استطاع إليه السبيل. وزيادة على ذلك أنه يجب أن يفعل ويكون الحق لقنا مرة متى كان أين كان. المسلم من كان مشهورا إذا رآه في سور وخاصة إذا كان يقصر بالسبب، ومن كان متأسفا إذا رآه في حزن ومشقة وخاصة إذا كان يقصر بالسبب. وعلى هذا أشار القرآن القائل: بسم الله الرحمن الرحيم.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamahum bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa rizwana. Sadaqallahul azim. Ikhwanil ahibbah, wala budda an yafhama al-jami' anna al-islam laysa mutaqaddam mulawada bizuni aghni filash lit-talab al-akhirah wa laysa adala ibadah fil masjid wala zakah wala hajjah faqat, bal islam yasna hayatin nas wa kullu ma amilna fi umuri dunya lit-talab al-akhir fa huwa al-ibadatu fil islam. أوصى الإسلام مسلمين بالحياة ما يؤدي بالنداش وتفاؤل مع المجتمع والعزلة من المجتمع أو التعبد إلى الله فقط، وأمرهم أن يطلبوا نصيبه من الآخرة ولا ينسوا نصيبه من الدنيا. وأشار القرآن القائل بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عيما لدنيا كأنك تعيش أبدا وأعمل للآخرة كأنك تموت غدا. إخواني في الدين، ليس من يقدر الناس فقط مسلما حقيقي، وليس من تفخر في المسجد رحمة الله وفضل فقط مسلما حقيقي، كما أنه ليس مسلما حقيقي من طلب الدنيا وزينتها وجيبة الدنيا، وليس بمسلم حقيقي من جمع الثروة ونسي ربه، وليس بمسلم حقيقي من كانت هي الدنيا فقط. ولا تكفوا أن تقولوا نحن مسلمون ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. إن الله تعالى قد طردكم إسلام دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا بد لكم من أن تقروا أنكم مسلمون. أيها الكافرون اشهدوا بأننا مسلمون. إخواني الأحبة، لذكر الوقت على استمرار خطبتي هذه وآخر أدعوكم أن تذكروا أن شعاركم يا بني إن الله تعالى قد تركم إسلام دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وآخر أقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil tadi pemegang nomor undian 444 atas nama Hamdani, beliau utusan dari YPI Darussaada Aceh cabang Sukadamai, Kampung Merebo, Kecamatan